السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. تعالي بقى نوفر النهاردة. طبعا كبشة الفول دي بقت ب10 جنيه، فاحنا نوفر بقى بدل ما نشتري فول من بره في الشتا دوت، ونعمل بقى رمضان جاي علينا. ممكن تشتريه في الفريزر. بصي اللون عامل ازاي، ولونه فاتح ولا اسود ولا اي حاجة، وليه عرق كده ومش مية. وهوريكي بقى السر اللي هو يخليه ليه عرق كده، ومش معايا واحدة واحدة، وفي اسرار كتير قوي في قدرة الفول دي. شايفه الفوليه عامله ازاي مستويه وما خدتش وقت على البوتاجاز، يعني بالظبط ما خدتش ساعه كده وانا مطيعه عليها النار. ونبدا كده بالصلاه على النبي، واللي وصل لحد يعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه. ده نص كيلو فول منقوع بقاله ساعتين بالظبط، على نص كوبايه فول مدشوش، على نص كوبايه عدس او تلت. طبعا نقعتهم ساعتين ما عدا العدس، ساعتين بالظبط. ما تزوديش في النقع، عشان اذا التزويد في النقع بيخلوش يستوي بسرعه. حطي بقى التلاته على بعض كده في القدره، خلطيهم على بعض كده. هاتي بقى ايه ازازه ميه كده، املي القدره ميه لحد بس سيبي، عشان طبعا هتقعد تغلي كتير. بس حطي ميه كتيره قوي قوي اول مره، عشان ما تزوديش ميه تاني، عشان الفول ما يسودش منك. ولو زودتي ميه زودي ميه سخنه. بصي انا مليت ميه كتير ازاي، عشان ما احتاجش ان انا احط ميه. فعلا ما احتاجش ان انا احط ميه. مليت القدره لحد، بصي قبليها كده بخناقين شويه، يعني بنسميها احنا حد خناق القدره. حط معلقتين خل، دول بقى المعلقتين السحريين اللي بيخلوش يسود، وليمونه كبيره حطيها، ده كده مش هيخليه يسود. وحطيه كمان حاجات تانية تخليك اللون بتاعه فاتح زي بتاع بره واحلى. عصرتي بقى الليمونه بتاعتك الكبيره، اقفلي بقى عليه وسيبيه لما يغلي. لما يغلي وطي عليه شمعه. بصي اهو ابتدى يغلي اهو، اوطي بقى عليه شمعه واسيبه. سيبته بقى حوالي يجي ساعه كده. بصي بقى تعالي شوفي بقى الفول لما استوى، ولا زودت ميه ولا اي حاجه. طبعا هتقولي لي الميه فيه سايله، ما انا بحط مكون تاني بيخلي لي بقى زي بتاع بره بالظبط. بجيب معلقتين دقيق وادوبهم، ده هما اللي بيخلوه كده، بيخلوه لي عرق، عشان تحسيش ان الفول عامل زي الميه. قعدت معلقه ونص عشان حاسه ان الفول كتير عندي، وادوبهم كويس قوي. ومع التقليب بقى المستمر في الفول، وحاطه كوبايه الدقيق اللي متدوب في ميه. وبحط شويه بابريكا بتديله حمار حلو قوي، ما بتغيرش طعم الفول. بص انا حطيت ايه، يعني معلقه بابريكا بحطها كده، بتخليه احمر حلو، اللون بتاعه طبيعي جدا، وما بتسودهوش حتى لو قعد. يعني لو عايزه اوريك تاني يوم اوريك تاني يوم نفس اللون. طبعا انا حطيته في اكياس وتحطيه في الفريزر. هحط بقى ايه معلقه ونص دي اللي انا دوبتهم في نص كوبايه ميه كده. هتقولي الفول اسود من الميه والدقيق، اقولك لا، لان دي ده هيخلي لونه افتح، بيخليه يساعد على فتحان اللون اكتر. بصي بقى الفول واحنا حاطينه بقى كده، وخليت طبعا لما دي يستوي. وصبي بقى الفول كده واتفرجي عليه، طعمه خطير جدا، وشكله طبعا حلو، وحاجه موفره. انتي عامله ما شاء الله قدره مليانه. دي هتشتريها بمبلغ قدره دلوقتي، ده الكبشه بقت ب10 جنيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والقاكم ان شاء الله في فيديو جاي باذن الله على خير وسلامه. كل سنه وانتم طيبين.